اتصدموا لما لقيوني بحط العنب في الميه المغليه، والنتيجه كانت اكبر مفاجاه. اول حاجه بنغسل العنب بميه وخل، وبعد كده نحط الميه تغلي على النار ونضيف فيها ربع معلقه من بيكربونات الصوديوم، نص معلقه من ملح الليمون، عصير ليمونه كامله، ومعلقه كبيره من الزيت. يغلوا على النار نبدا نضيف العنب معانا بالشكل ده، ومجرد ما ضفنا العنب هي دقيقه واحده بس وبقلبه كده على الجهتين. بنخرجه اهم حاجه على مصفى ونكون موزعينه زي ما انتم شايفين كده، يعني ما ينفعش نحط واحده على التانيه. وبعد كده هنبدا نفصصه، وبعد ما فصصناها هنجيب صينيه فرن نحط كده عليها اي قطعه قماش متوفره عندك، ويستحسن طبعا تكون بيضه، ونحط فيها العنب، واهم حاجه نوزعه في الصينيه. ده كده اليوم الاول ليه انا حطاه في المكان اللي انا بقعد فيه على ترابيزه، وسايباه لما يجف براحته. ده كده اليوم التاني ليه طبعا شكله بيبدا يتغير، واوريكم اليوم التالت. ما شاء الله، عايز اقول لكم كده خلاص يعتبر بدا يجف معايا تماما. طبعا انا ما بحطوش في الشمس لان طبعا الشمس بتبدا تسوده، لكن بحطه معايا في الشقه. ده كده اليوم الرابع، ما شاء الله مفيش احلى من كده. العنب كله جف معايا تماما ولونه اصفر لان انا مجففه